صباح جميل، صباح كل حاجة حلوة. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. عايزين بس نبقى متفقين ان الخسارة الحقيقية هي خسارة مزاجك. ما ينفعش نعكر مزاجنا ابدا عشان اي حد، ولا حد ما يستاهلش، ولا اي حد في الدنيا يقدر يعكر مزاجنا. فاحنا نحاول كده نتغاضى ونكبر دماغنا ونعمل نفسنا مش شايفين ومش سامعين، ونبعد عن اي وجع قلب واي مشاكل. النهارده بقى الفيديو متنوع كالعادة، فعايزاكم بقى متنسوش اللايك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وعايزاكي برضو تقبلي نفسك زي ما هي وما تخافيش من بكرة ابدا، تسيبيه على الله كده. وصباح الخير يا قطوطة، عاملة ايه؟ والناس معادن، اختاري اصحاب معدنهم مش بيصدي. واوعي ابدا تثقي في اي حد بيفضح سرك وقت الغضب، يعني اوعي تثقي فيه في حياتك وابعدي عنه تماما. زي الناس طبعا اللي بتطلعك غلطانة عايزة ترضي نفسها بس مش اكتر، يعني هي بتحاول ترضي نفسها. ودايما خليكي عارفة ان الدنيا مش بتمشي بحساباتنا خالص، الدنيا بتمشي بتدابير وحسابات ربنا بس مش اكتر. خلينا بقى دايما برضو عندنا حسن ظن بالله واستعان بالله، ويلا بينا نبدأ يومنا يوم جميل ان شاء الله، كله طاقة ايجابية وحاجات حلوة. البغبغانة القمر دي مش حقيقية ومش كوشنز ومش اي حاجة تانية. ده بقى ايه؟ ده تيشيرت قديم كده كان عندي، وكان فيه قطع خفيف كده. فانا قلت بقى عجبني بصراحة هو تابلو، يعني عبارة عن تابلو البغبغانات دي، وكان جاي من برا مصر اصلا. فكان عاجبني جدا وعزيز عليا، فقلت بقى اركبه في كوشنز كده. كوشنز كانت عندي من غير اي اكياس او اي حاجة، رحت مركباه فيها، بس المفروض كان يتخيط من الجناب ومن تحت. هبقى اخيطه بعدين، حبيت بس اقول لكم الفكرة. وهنا بقى لقيت الشمس طالعة، بس المرة دي ما اخدتش اللحافة هويه ولا حاجة. انا غسلته في الفعل، غسلته كده بشوية كلوريكس جل وحطيته بقى طبعا على كرسيين، لان المنشر مش هياخده ابدا. بس وأوضة بقى مالك رحت واخدة منها كفر بتاع السرير، وهفرشها معاكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. كفر بقى لونه ابيض، على قد ما الابيض بيتوسخ بسرعة، بس ما شاء الله بينضف برضه بسرعة، لانك بتحطي عليه كلور والحاجات دي بتخليه نضيف، والبقع اللي فيه بتطلع. وطبعا بتطلع بالصابونة برضو اللي قلتلكوا عليها في فيديوهات فاتت، الصابونة بتاعت زمان اللي بتتباع، معرفش اسمها نابلسي ولا اسمها صابونة ايه. معمولة بقى فيها مواد كده كويسة جدا بتطلع البقع يعني. ما علينا، غسلت الكفر بقى وكان مبلول جدا حوالي يومين كده على المنشر، وبعد كده هبقى افرشه بقى على السرير تاني وافرش معاكم الأوضة. هنا بقى كوم غسيل كده محترم جميل ملون، هغسله، هشغل عليه الغسالة. المهم شغلت عليه الغسالة واقعد بقى اشرب قهوتي واقوم اكمل. طبعا التفكير والتنظيم ما بيسيبناش، وانا قاعده بشرب القهوه كده لقيت الغسيل جنبي كان عايز يتطبق، قلت لا ما كسلش عشان الغسيل لما التاني ما ينشف ما يتراكمش على بعض. رحت بقى مطبقاه وما شاء الله حطيته في الباسكت ولفيت على الاوض رجعته مكانه. وبس كده. هنا بقى تقوتي نامت، كانت يا عيني بقى حامل كده، كانت الاسبوع اللي فات حامل وهي ولدت. هبقى اوريكم اولادها ان شاء الله فيديوهات جايه. كانت نايمه يا عيني مفرهده خالص. كان في ناس برضو طلبوا مني بشيل التوم فين والبصل. انا عملت فيديو المطبخ بس ما طلعتش فوق المطبخ عشان اصور لكم انا عاملاه ازاي بطريقه ازاي. تعالوا بقى اشرح لكم الفكره. هنا التوم، دي علبه كده جايباها من ايكيا، مش عارفه كانت تمنها ساعتها من سنتين كانت ب40 جنيه، معرفش دلوقتي بقت بكام. انا جبتها بصراحه بالبركه، بس الفتحه اللي في المطبخ انا كنت قايله لبتاع المطبخ يعملها لي، عشان كنت عايزة اجيب سبتين خوص احطهم فيه، بحيث اللي يعمل تهوية للبصل والثوم. تمام. فما لقيت دول بصراحة ولقيتهم هيمشوا مع الديزاين بتاع الازاز اللي في المطبخ، فبصراحة عجبوني جدا وجبتهم على طول. مرة بقى كل شهر كده بنزل البوكس، او كل ما بجيب خزين يعني بنزل البوكس انضفه كويس جدا، واحط بقى الحاجات على نظافة، توم، بصل، بطاطس، الحاجات اللي زي كده. تمام. وطبعا مش بحط برضو كميات كبيرة، هما 2 كيلو ولا حاجة او 3 كيلو بالكتير. بس كده انا كده طلعت فوق المطبخ عشان اوريكم بالظبط انا حطاهم ازاي وبخزن ازاي. طبعا مش كل يوم بطلع اخد بصلايه او راس توم او الكلام ده خالص. تعالوا بقى تحت عشان اوريكم. بصوا الديزاين الاسود مع الازاز اسود، فانا تخيلته كده، رحت شارياهم على طول. وما شاء الله كنت قلقانه من العلو بتاعهم، دخلوا في نفس الفتحه والدنيا تمام جدا. هنا بقى ده باسكت كده او منظم، ممكن احط فيه اي حاجه، ممكن يتحط في على كومودينو، ممكن يتعمل منظم ادويه، ممكن حاجات كتير. انا بقى اخدت واحد ورحت حاطه بقى فيه كام بصلايه على راسين توم على ذره بقى اي خضار واحطه فيه. يلا بينا بقى نعمل الغدا النهارده بقى حاجه سبيشال بقى، تحفه مميزه، حاجه مصريه اصيله بس هندلعها شويه.
ده بقى فراخ عندي كنت متبلاها، وهنزل لكم حلقة التتبيلات والفراخ بطريقة خطيرة جدا هتعجبكم قوي. دي فراخ بقى انا متبلاها ببصل وفلفل الوان وشويه كده توابل من تكه اللي قلت لكم عليها قبل كده. هعمل لكم الطريقه بالتفصيل وهنزلها لكم قريب. هيك بقى مخليه وراكبه عظمها. انا بقى طلعت في دماغي اعمل صينيه بطاطس، فقلت بقى مش لازم بقى وراكبه عظمها ولا فرخه كامله ولا الحاجات التقليديه دي. جبت الفراخ اللي متبلاها تتبيله الشوي وحطاها في اكياس في الفريزر زي ما شفتوها كده. جبت بقى معلقه سمنه كده او زيت، وحطيت الفراخ على الناحيه بتاعه الجلد اديها صدمه. انزل بقى بالفراخ قطعه قطعه كده، ويا ريت نطلعها شويه كده قبليها بربع ساعه عشان تاخد درجه حراره ما تبقاش ساقعه متلجه. احطها على طول ايه على النار، بس برضو ما خليهاش كتير عشان ما تنمو فيها بكتيريا. وطبعا احنا في شتاء فسبتها ربع ساعه بس. لو في الصيف طبعا ما تعمليش كده خالص. الطاسه عندي لازم تبقى سخنه جدا. ننزل بالزيت او السمنه، ويستحسن طبعا زيت وسمنه. بس كده هنزل بقى بكل قطع الفراخ دي. ورك مخلي من العظم بس بالجلد بتاعه. فما شاء الله الورك كان كبير، فانا بصراحة قسمته 2. نزلت طبعا بكل التتبيلة اللي هي اصلا موجودة في الكيس، وورق اللورا اللي عليها والحبهان. تمام جدا. سيبها بقى تاخد لون كويس، انا عايزاها مكرمله شويه. هنا بقى غسلت الطماطم وقطعت البطاطس بالطريقه دي. هوريكم السمك بتاعها. والله العظيم طعمها بجد خطير، هتشوفوها في النهاية بالكام تكاية اللي هقولكوا عليها. هنا السمك انا بوريكوا عامل ازاي متوسط، وبقطعها بالطول عشان مش تتفتفت في الصينية. اول بقى ما الاقيها اخدت اللون من الجنب اللي عليه جلد هقلبها الناحية التانية، وهتشوفوا هنعمل ايه. طبعا على ما تاخد وش كده انا شغاله بغسل الرز، اشوف هعمل ايه. لو في شويه كوبايات في الحوض بغسلهم كده، يعني مش بفضل واقفه قدام الحاجه كده واضيع وقتي. لا، طول ما انا واقفه بانجز وبعمل انجازات عشان اقعد بعد كده وارتاح. هنا بقى حطيت شويه من الروزماري. عنده روزماري ومش عارف يستعمله في ايه. يعني حاجه كده تحفه جدا في الفراخ، طعمه خطير، وفي التتبيلات كمان وفي اللحوم خطير جدا. أنا جبت مكعب البصل وربع قرن الفلفل اللي بيدوا تيست عالي جدا للاكل. مش عايزاكم تقلقوا خالص من التشميع اللي حصلت تحت، واللون ده اللون ده هيخلي الطعم اصلا حكايه، وكل ده هيطلع في الاكل هيبقى طعمه خطير. طلعت بقى الفراخ كده خلاص اخدت لون. انزل بقى بالبطاطس والطماطم واشوف بقى هعمل ايه. انا بقى ممكن انزل بالطماطم في الوقت ده، لا بس انا عايزه البطاطس كده يبقى ليها شخصيه، وحاجه كده ما تتفتفتش في الصينيه معايا وتبقى مهريه وما تبقاش حلوه خالص. تبقى بطاطس مميزة لما انزلها بقى على البصلة كده، واحط لها بقى التوابل. كل البطاصاية كده، كل شريحة بطاصاية هتشرب بقى من الصوص والسمنة والزيت والكلام ده. هتبقى خطيرة. هتشوفوا دلوقتي هنحط توابل ايه هتديها تست حلوة قوي. حطيت ربع معلقة من بهارات 7 بهارات، والزعتر بيخلي البطاطس ريحتها قلب البيت كله. حطوه. وبهارات شيفي دي تحفة برضو جدا. حطوا منها رشة، كله رشة كده ربع معلقة زي ما بتحبوا، يعني التوابل طعمها ايه. خلطة اسمها خلطة صينية البطاطس. انا بجيب الكيس كده باكت بيكفيني بصراحة صينيتين 3 4. بيكفيني كتير، مش بحط الكيس كله يعني على البطاطس اللي عندي. موجود مش موجود خلاص. زعتر روزماري. الزعتر مهم جدا جدا، اللي هو الجبلي ده بيدي تيست حلو قوي في الطبيخ. صينيه البطاطس حسيت بقى ان الماده الدهنيه كده قلت شويه، خفت البطاطس تتحرق مني. وما تقلقوش خالص، اللي تحت ده مش حرق. هتشوفوا مش هيلزق اي حاجه، والطاسه عندي هتنضف في الاخر. البطاطس بقى عندي اخدت من طعم الفراخ كويس جدا. هنزل بقى بعصير الطماطم، واخدت طبعا من التوابل. هنزل بالعصير الطماطم بقى اللي انا غسلتها وضربتها في الخلاط. اول ما تبتدي تغلي بقى هنزل بنص معلقه من البابريكا تعزز اللون كده، ربع معلقه من الفلفل الاسمر، ونص معلقه ملح. اقلب بقى كويس جدا، وبعد كده اغطيها. ولو حابه احط بقى، طبعا احنا ما فيش شوربه ولا حاجه، بس هي الفراخ عامله الواجب وزياده. التوابل دي كلها هتعمل طعم خرافي في الاخر. بس غليت كام غلوة هغطي عليها واسيبها حوالي ربع ساعة. البطاطس بس تبتدي تدخل في سوا، وهنزل بقى عليها بالفراخ. واحاول كده اعمل الفراخ في الصلصة كده عشان تاخد لون حلو تشرب من الصوص ده. هنزل بقى بقطعة قطعة، وهحاول برضه اغمسها في الصوص اللي قلتلكوا عليه كده زي ما انتوا شايفيني كده. واخلي الجلد هو اللي فوق طبعا. كل العصارة طبعا اللي في الطبق نزلتها برضو على الفراخ، لان دي كلها الفيتامينات وكل ده هيعمل طعم خطير في الاخر. بس كده غطيت عليها وهوطي عليها. واجي بقى هنا اشوف بقى هعمل لسان عصفور وهعمل رز بالشعرية. وكل الحاجات دي ممكن اجهزها من الصبح، او لو بتحبي تطبخي الظهر وتخلصي وتنجزي نفسك.
اول ما البطاطس خلاص نحس انها خلاص داخله في سوا، نقفل عليها بقى ونسخنها ساعه ما الولاد يرجعوا من المدرسه. وخلاص هنعمل بقى شويه لسان عصفور. يلا بينا نشوف الطريقه. ومستحيل ينشي منك خالص لسان عصفور. الناس اللي تشتكي ان هو بيبقى فيه نشا كده وبيمسك في بعضه ما بيبقاش حلو، فهنشوفه اعرفوا بس التكات بالظبط. خليكم معايا. مهم جدا الحاجات اللي زي كده، الشعريه لسان عصفور نوطي عليها وايدينا نقلب على طول فيها، ما نروحش بعيده عنها. تاخد لون من كل الاتجاهات ويبقى شكلها جولد كده وقمر في الاخر. انا كده كده غاسله الرز، انتهز الفرصه بقى واعمل الشعريه. وحطيت لسان عصفور على عين صغيره خالص، هديت عليها وجيت هنا بقى قلت اعمل الشعريه بتاعه الرز. ما انا كده كده واقفه قدام البوتاجاز، نص معلقه سمنه معلقه زيت. انا بقى من الناس اللي بتحب الشعريه قد الرز. لو انتوا زيي قولولي في الكومنتات. انا ما بحبش الشعريه قليله، وبحب الرز بالشعريه طبعا اكتر من الابيض، بس الابيض طبعا باكله تمام. لو هعمل نص كوبايه رز يبقى نص كوبايه شعريه، كوبايه شعريه يبقى كوبايه رز. انا بحب المقدار يعني بالويم، طبعا انا مش بعاير الشعريه ولا حاجه، بس بحب الشعريه تبقى قد الرز. بجد بيبقى ليها طعم مميز جدا. حطيت عليها النار وفضلت اقلب فيها لحد ما اخدت اللون ده. انزل بقى بالرز المغسول عندي، طبعا بطمن على البطاطس خايفه طبعا تلزق من تحت، مهديه عليها النار وبجسها كده. الفراخ مستويه يعتبر 3/4 سوا او نص سوا، فسايباها بقى ياخدوا مع بعض كده. بس نزلت بقى بالرز عليه رشه ملح. الخطوه دي بقى انت كده شمعتي الرز تمام جدا وحطيتي له الملح بتاعه. في الخطوه دي عايزه تغطي الحله وتقفلي خالص النار وتسيبيه وقت ما تحبي. انا هنا بوريكم بس لون اللسان عصفور وصل لفين، انا مش ناسياه خالص. هنا بقى عايزين تقفلوا النار خلاص وتسيبوا الشعريه والرز كده. لما وقت ما تيجي ساعه الغدا تسويهم على طول، تنزلي عليهم بميه مغليه هيبقوا تحفه. بس هنا بقى جبت لسان عصفور هنا عشان اوريكم وانا بحط عليه الشوربه. نخلي بالنا طبعا لان البخار بيحرق جدا، واكيد طبعا البخار بيبوظ لون الكاميرا خالص، لانه بيطلع على الكاميرا بيخلي الالوان مش حلوه. فسامحوني بقى. تقولي لي بقى جبتي الشوربه دي منين؟ الشوربه دي كانت في شوربه فراخ كانت عندي في الفريزر. طبعا بتنفع في الحاجات اللي زي كده لان انا مطلعه الفراخ المشويه، قلت اعملها في صينيه البطاطس بس كده. هنا بقى نزلت بشويه من الشوربه تمام. النار شغاله تمام، وهسيبها تفضل تغلي غلوه غلوه بس مش اكتر من كده. وهقفل عليها واسيبها خالص. بس مش هنسيبه بقى يستوي واحنا واقفين، غلط جدا، هو ده اللي بيخليها تنشي. كده بسويه وبخليه مفلفل، بسويه بطريقه معينه وهو مع البخار بيبتدي يكمل سوا طول ما انا قافله عليه تمام. هنا بقى انا بوريكم زودت شويه شوربه تاني، هسيبه بس يغلي وهقفل عليه وهو يشرب الشوربه دي كلها. فانت ما تحطيش كميه الشوربه كلها اللي عندك، انت هتحطي بس حبه صغيرين بحيث يغلوا مع بعض كويس، وتغطي وتدفي بس كده. ربع ساعة نص ساعة ارجعي لهم هتلاقيهم طبعا شربوا الشوربة. هتحطي بقى انتي الشوربة اللي عندك اللي فاضلة وتسخنيهم بقى مع بعض وغريفي، هتشربي احلى شوربة لسان عصفور في الجو البرد اللي احنا فيه ده. اسكت طبعا لا، لازم ادلع البطاطس اكتر. احط لها بقى ايه؟ احط لها فحمايه زي ما انتم شايفين كده، هولعها بقى واحط لها بقى نقطه زيت. مش قادره اقول لكم، هقول لكم طبعا في حته تانية زي ما بقول، لا في حته تالتة ورابعه وصينيه بطاطس هتبقى مميزه جدا وهينبهروا بيها. بعد ما خلاص اطمنت ان البطاطس استوت، حطيت بقى الفحمية كده، حطيت لها نقطة زيت خفيفة، غطيت عليها وسبتها ربع ساعة تاني مقفول النار بس كده. غرفت اكل كان طعم طعامة. هي دي الشعرية بالرز اللي قلتلكوا عليها، رز بالشعرية، شعرية بالرز، تقولوا زي ما تقولوا، جميلة بجد فظيعة. بتحبوا الشعرية زيي ما تنسوش تقولولي. بس فعلا بتخلي الرز مميز قوي وشكلها كمان بيبقى حلو قوي. هنا بقى كان عندي شويه فراوله ومش عارفه اعمل بيهم ايه والعيال مش اكلوهم، قلت بقى ايه اعمل بقى زبادو اللي قلت لكم عليه. كان في السخنه، كان عندي ازازه في الفريزر خدتها معايا وانا مسافره. طبعا ما كنتش مرتبه للسفر، فدايما بيبقى عندي ازازه كده لضيوف الحاجه. لما بعمل عصير ممكن اعمل حاجه زياده اشيلها عندي في الفريزر تبقى. جبت بقى نص كيلو الفراوله اللي كان عندي دوت ومكنتش عارفه اعمل بيه ايه. حطيت عليه معلقتين 3 سكر، ما نكترش سكر قوي عشان مش بيبقى لذيذ لما بيبقى بيجزع النفس كده، بيبقى ميزز كده الفراوله مع الزبادي مع اللبن، حاجه كده تحفه. بس علبه زبادي وكوبايتين لبن على الفراوله بس كده. وهضربهم بقى ولا تلج ولا اي حاجه، انا سقعهم لهم في التلاجة بحيث بعد الغدا كده يلاقوا حاجه مشروب كده مفيد ومغذي. وقلب قلب في الخلاط. ما تقوليليش بقى العلب اللي بتتباع في السوبر ماركت والهايبرات
والازايز كده اللي بتبقى في التلاجة المغرية دي اللي الولاد بيحبوها. بصوا اللون، ولا حطيت لون اضافي ولا حاجة كده طبيعية من عند ربنا. فراولة مع شوية لبن الزبادي بس كده. قعدت بقى شربت كوباية الفراولة كده الزبادو مع الفيلم الجميل ده. انا من عشاق الافلام الابيض في اسود، بس الافلام المميزة اللي ليها معنى. مش بحب الحاجات اللي هي يعني مش قوي كده. بس دي احلى لحظة في حياتي. خلاص خلصت يومي، شطبت المطبخ، عملت لهم غدا بتفاصيل بسيطة وبنفس الوقت طعم مميز. الفيلم ده من احب الافلام على قلبي ويفكرني بذكرياتي وانا صغيرة. كان من اكتر الافلام اللي كنت بحب اتفرج عليها بجد. بس كده اعملوا حاجة بتحبوها ولازم تدوا لنفسكم وقت فاصل تعملوا حاجة فيها وتحبوها وتروقوا كده على نفسكم. واشوفكم في فيديو جديد.